السلام عليكم طلاب. طبعا مثل ما شفتوا بهذا الكتاب وزارة التربية حاليا بهذا الوقت نزلته، وهذا الكتاب اللي وزارة التربية نزلته يحكي عن التربية الأخلاقية. يعني التربية الأخلاقية احتمال جدا كبير انه تصعد للمتوسطة وللإعدادية حسب كتابهم اللي نزلوه اليوم، انه احتمال جدا كبير تصعد للمتوسطة وتصعد للإعدادية وهماتين حيدرسوها. هسه خل اجي افهمكم الكتاب بالتفصيل. شو يقول لك؟ يقول لك اول شيء تكون حصص مادة التربية الأخلاقية للصفوف المراحل الدراسية كافة، خصصا إرشادية توجيهية قادمة على أساس التعليم. اثنين، لا تخضع هذه المادة للاختبارات التحريرية أو الشفهية. ثالثا، يكون تدريسها على النحو الآتي: أولا، المراحل الابتدائية للصفوف الثلاثة الأولى يدرسها معلم اللغة العربية أو مرشد الصف حصرا. ثانيا، الصفوف الثلاثة الأخيرة الرابع والخامس والسادس ابتدائي يدرسها مدرس الاجتماعيات حصرا. ثانيا، المراحل الثانوية اللي هي المتوسطة والإعدادية يدرسها مدرس اللغة العربية أو الاجتماعيات. شنو يعني؟ هسه راح أجي أفهمكم الكتاب بالتفصيل. وزارة التربية سابقا كانت محددة هاي المادة للصف الأول الابتدائي والأول المتوسط، أما حاليا بهذا الكتاب الجديد يقول لك إنه هاي المادة لها حصص في المراحل الدراسية كافة. يعني احتمال جدا كبير إنه هذا الكتاب راح يصعد للمتوسطة ويصعد للإعدادية وراح المدرسين يدرسونه. شلون يعني؟ يعني هسه مثلا عندك الابتدائيه مثل ما شفتوا، اول ثلاث مراحل اللي هي اول وثاني وثالث ابتدائي، من راح يدرسها لهم؟ راح يدرسها لهم معلم اللغه العربيه او مرشد الصف. والصفوف الثلاثه الاخيره اللي هي الرابع والخامس والسادس ابتدائي، من راح يدرسهم هاي الماده؟ راح يدرسها لهم مدرس الاجتماعيات حصرا. والمراحل الثانويه اللي هي المتوسطه والاعداديه، من راح يدرسها لهم؟ راح يدرسها لهم مدرس اللغه العربيه او الاجتماعيات. والشغله الثانيه يقول لك هاي الماده لا تخضع للاختبارات التحريريه او الشفهيه. شنو يعني؟ يعني هاي الماده اللي اسمها التربيه الاخلاقيه فقط تدرسها وهذا هو. يعني ما راح يصير بيها لا امتحان شهري ولا امتحان نص السنه ولا امتحان اخير السنه ولا اختبارات يوميه، فقط يجي مدرس يشرح لك هذا الكتاب، يدرسك هذا الكتاب، وهذا هو انتهى. لان وزاره التربيه سابقا قالت هذا الكتاب راح ندرسه بس للاول الابتدائي وللاول المتوسط، وقالت بوقتها انه اعتقد تقريبا قالت الكتاب حيصبح به امتحانات. بس حاليا بهذا الوقت نزلوا كتاب جديد صارت به تغييرات عن التربيه الاخلاقيه، والتغييرات مثل ما شرحت لكم اياها بهذا الفيديو يا هاي التغييرات. واحلى شيء بهذا التغيير اللي صار عن التربيه الاخلاقيه، احلى شيء هاي الماده ما راح تمتحن بها، لا تمتحن بها شهري ولا تمتحن بها يومي ولا تمتحن بها نصف السنه ولا تمتحن بها اخر السنه، فقط تدرس الكتاب، المدرس يدرسك اياه يشرح لك على السبوره، وهذا هو، اي امتحان ماكو. هاي احلى فقره صارت بالكتاب، لان احنا عندنا هواي كتب ما شاء الله، كتب لا تعد ولا تحصى، ووايد نمتحن بيهن وتعبانين بيهن. يعني ما عاوزنا تجينا ماده وهماتين تكون للحفظ وبها امتحانات وهاي الامور، لا، هاي الماده ان شاء الله فقط تدرسها وانتهى الامر، اي امتحان بها ما راح يصير. وصلنا لنهايه الفيديو، وكل توفيق ان شاء الله. لا تنسون تشتركون بالقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني، ومع